السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من الكرة العالمية، أخبارنا العالمية والمحلية. الأهلي وصفقات الأهلي، القيد الشتوي. لا طبعا في كلام كتير على اللاعب الفلسطيني اللي بيلعب في السويد، وسام أبو علي. ده مهاجم عنده 25 سنة، مهاجم قوي، مهاجم يعني عنده قدرات هجومية قوية جدا وبنيان قوي، لاعب كبير. اللاعب دوا لعب 176 مباراة، احرز 73 هدف وصنع 14 هدف، يعني ساهم في حوالي 87 مباراة. لاعب قوي، كولر شافه، اعجب بيه. فالصحف السعوديه وبالذات صحيفه اكسبريس اكدت وقالت ان الاهلي انهى كل الصفقات، كل يعني الشيء الخاص بالصفقه اللي هي وسام ابو علي، وان الاهلي انهى كل الاتفاقات والتوقيع، يعني متوقف على حاجه واحده بس، هي الكشف الطبي. فاحتمال كبير قوي يعني بكره بعد بالكتير خالص هنلاقي وسام ابو علي في النادي الاهلي يوقع الكشف الطبي وينضم للنادي الاهلي مع كتيبه النادي الاهلي. والاهلي على فكره هيبدا تدريبات يوم 11/1 هيرجع رضا سليم ان شاء الله على النادي الاهلي. ف في كمان لاعب تاني مدافع بس لسه ما فيش كلام عليه كتير الانديه. فكولر عايز يوم 11 يدخل بلعيبه الاهلي الكامله، باللعيبه كامله، يعني عايز يخلص في وسام ابو علي النهارده بكره بكتير خالص، وعايز يخلص في المدافع. فدول بس اللي الاهلي احتمال كبير ان شاء الله هياخدهم. فقندوسي كلام ان قندوسي يرجع في يناير. لا، قندوسي مش هيرجع الا في نهايه الموسم، لان سيربيكا لن يفرط في قندوسي. بكره مباراه هامه لمنتخب مصر وديه مع تنزانيا، استعداد طبعا لكاس افريقيا. كاس افريقيا اللي هيبدا يوم السبت اللي جاي زي النهارده يوم 13. والاهلي منتخب مصر هيلعب طبعا يوم الاحد اول مباراته مع موزمبيق، ثم يوم الخميس مع غانا، والاثنين اللي بعديها هيلعب مع كاب فيردي. النهارده رئيس عبد الفتاح السيسي زار طبعا بعثه المنتخب او معسكر المنتخب في العاصمه الاداريه، طبعا تحفيز قبل المشوار الافريقي وقبل ما يسافر لكوت ديفوار، لان المنتخب 14 سنه من 2010 ل 2024 ما خدناش بطوله. وصلنا اي نعم 2 نهائي 2017 و2021، ولكن محمد صلاح عايز بطوله. محمد صلاح عايز البطوله دي. محدش يتكلم على تسريح كلوب، هو كلوب ده عايز يعني بيدور على مصلحته، بيبص لمصلحته بس. كلوب يعني في تصريح معناه بيقول لك ان انا اتمنى منتخب مصر يخرج من دور المجموعات بدري عشان عايزين محمد صلاح، لانهم عارفين اهميه ودور محمد صلاح. على فكره بالمناسبه ان طبعا كاس افريقيا هيبدا يوم السبت اللي هو يوم 13/1، كاس اسيا يبدا يوم الجمعه. كاس اسيا يبدا يوم الجمعه، يعني اللعيبه المحترفه اغلبيتها اللي هتلعب في اوروبا هتفرغ ناديها، وطبعا المنتخب بتاعها اهم وابدا في تصنيف الكاف ل 2023 للانديه الافريقيه. طبعا صنفت الاهلي رقم 1، صنفت الزمالك رقم 12. تخيلوا الزمالك عنده 5 بطولات وصنف رقم 12. في انديه قبل الزمالك مش واخده بطولات خالص ومصنفه قبل الزمالك. في انديه يعني عندك الوداد مصنف تاني واخد 3 بطولات، صن داونز مصنف تالت واخد بطوله واحده، الترجي مصنف رابع واخد 4 بطولات. عندك كمان الفرق الثانيه في 6 انديه مش واخدين ولا بطوله، رصيدهم صفر. زي عندك مثلا كايزر تشيفز، وعندك شباب قبال وبتروع اتلتيكو وسيمبا والهلال وحوريه دول. فانا عايز دي، انا قلت الكلام ده لان موضوع الزمالك لما قال لك بطل القرن وال7 وال9 هي مش بالبطوله يا جماعه. ما انا ممكن يعني اخد 4-5 بطولات وما اشاركش، يعني افضل 10 سنين ما اشاركش في البطولات الافريقيه او ما اشاركش في البطولات العالميه، واخد 4 بطولات واسكت على كده او 5 بسكت على كده. في فرق بتشارك وتوصل للنهائي وما تاخدش بطوله، ممكن فريق يوصل 5 نهائيات و6 نهائيات و10 نهائيات وما ياخدش بطوله، دول قبل النهائي. فهي لا تصنف بكده. فهي النقاط طبعا، البطولات، والبطولات هي اللي بتجيب النقاط، ماشي. والوصول للمراحل المتقدمه بتجيب النقاط، واتكلمنا كتير قبل كده، ماشي. فيعني مثلا مش عايز اتكلم كتير برضو، لان سنه 94 لما كان الاهلي او الاتحاد الافريقي وضع
النقاط ووضع المعايير بطل القرن، الزمالك كان واخد كلها كام بطوله؟ كان واخد 5 بطولات، الاهلي كان واخد 7. يعني الزمالك خد الاربع بطولات الثاني بعد 94، خد دوري ابطال افريقيا وخد السوبر وخد افراسيوي. فلا تقاس بالبطوله قد ما بتقاس بالمجهود والوصول لمراحل متقدمه والمشاركات في البطولات القاريه. فنتمنى التوفيق لمنتخب مصر ان شاء الله في تصفيات افريقيا. محمد صلاح على فكره مش هيلعب بكره مع ارسنال بكره ضد ارسنال، يعني ليفربول وارسنال هيلعب في كاس الاتحاد، لكن محمد صلاح في معسكر منتخب مصر ويلعب مع مصر ضد تنزانيا في المباراه الوديه. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.